السلام عليكم ورحمة الله. فيديو النهاردة مختلف، مش هنعمل تحدي زي كل مرة ونفضل نتعارك على أحسن فيديو، وده يقول للتيم الفيديو بتاعنا أحسن واحد وده يقول. فقلنا طب ما نعمل كلنا فيديو واحد بشكل جماعي ونتعاون فيه، وكل شخص ياخد جزئية ويعمل لها مونتاج بستايله الخاص. وأسيبكم مع أبو رزق يعرفكم بالشروط. اتفضل يا أبو رزق. حبيبي يا تايلر، المهم الشروط معانا كالآتي: ممنوع أي حد يعرف الشخص ايه الستايل اللي هيستخدمه في المونتاج، وميعاد التسليم لحد يوم السبت اللي هو الموافق 23/11، وأكتر من كده هيكون العضو مستبعد من التحدي. وأسيبكم مع تايلر يكملكم باقي الفيديو. تمام، تسلم يا بريز. زي ما شفتوا فكرة الفيديو والشروط، وقبل اي حاجة حابب اقول لكم ان كل صورنا وتصاميمنا القديمة خلاص اتغيرت وبقى فيه هوية جديدة بإذن الله. وبدون ما اطول عليكم خلينا نشوف فيديوهات التيم، واسيبكم مع اول شخص وهو محمد جمال. اللي انا واجهته حصلت لي مشكلتين بس، يعني الباقي يعني تمام. المشكلتين اللي حصلت لي تمام، انا كنت عملت الحته دي ملهاش اي حاجه ان انا اقدر احطها. لا، مفيش حرفيا، مفيش، هي تكست بس، مينفعش ازود اكتر من كده. تمام، فانا جيت بقى وعملت الحاجات بقى اللي هنا وخلصت الفيديو. جاي بقى بعد ما خلصت بقى، جاي اشوف في النهايه لقيت الفيديو بيشتغل من هنا. لا، مش من هنا، بس من هنا كده هو بدأ يستوعب من هنا. ايوه، بصور بدأ بقى يجي في حضرتك في 6 ثواني انت قطعتهم بس كده يعني. تمام، ده اللي حصل لي يعني. ما اظنش في حاجات اكتر من كده. طيب، نجي بعد عملية الاستبدال إلى العملية الأكثر صراحة ألماً، اللي هي قضية تطبيقات التواصل. تطبيقات التواصل بعمر، شوف، التقنية سهلت الحياة وصعبت العلاقات. أكيد صعبت العلاقات لكنها سهلت الحياة. والحياة الموجودة الآن تراها جميلة جدا للي عنده فلوس، واللي ما عنده فلوس، واللي ما. لا بصراحة عاش عليك يا محمد، حابب هنيك على التطور الرهيب ده. وللي ما يعرفش ففي فرق كبير بين آخر مرة محمد شارك فيها وحاليا، فلو ما شفتش الفيديو تقدر تشوفه من الآي اللي فوق وتلاحظ فرق التطور. طيب وندخل على تاني شخص وهو الفنان. اتفضل يا فنان. اتبعت لي الجزئية بتاعتي ولما شفتها احترت. أول سؤال جه في بالي: ازاي هقدر امنتج حاجة زي كده؟ أنا عمري ما عملت مونتاج زي كده أو لحاجة زي دي، فلجأت لحلال المشاكل بتاعي واللي هو تايلر، وقال لي استعين بالتغذية البصرية وشوف اللي غيرك عمله ازاي وحاول تعمل زيه. فعلا بدأت ابحث بس ما لقيتش غير كام واحد بس قليلين اللي عاملين نفس الحاجة دي. فقررت ان انا اعمل مونتاج للفيديو باسلوبي، ودي هي التايم لاين بتاعت الفيديو. في النهاية استعنت ببعض التغذية البصرية وحطيت التاتش بتاعي بس، ودي هي النتيجة النهائية. أو علاقة الآباء مع الأبناء مطبوعة، يحبه والله لو يزعل على ولده ما يبي يجي الشيء. مطبوعة ومصنوعة. كيف مصنوعة؟ تفاوت الأبناء بعضهم ببعض، هذا حب مصنوع. مطبوع كلهم يحبونهم، حب مصنوع. إذا قالوا لتلك العجوز، قالوا من تحبين من أبنائك؟ قالت المريض حتى يشفى، والغائب حتى يأتي، والصغير حتى يكبر. ما شاء الله تطور ملحوظ، يعني الظاهر كده ان الشباب كلهم اتطوروا. وبالمناسبة حابب اقول لكم ان الفنان اول مرة تقريبا يعمل مونتاج بالستايل ده. وخلينا ننطلق على ثالث شخص وهو خالد. كيفكم يا جماعة؟ طبعا أنا خلصت مونتاج الفيديو، بس حوريكم مشكلة واجهتني وأنا بمنتج بأفتر إفكتس. حقول لكم الحل كمان. المشكلة هي إنه أنا منتجت الفيديو مدة 19 ثانية، طلع حجمه 1.5 جيجا بايت. تسألني كيف؟ أنا كمان ما أعرف. طيب والحل؟ بسيط جدا، بس تحطه في بريمير حالي للمشاكل وتصدره بجودة أقل. بالنسبة للفيديو كان مونتاجه سهل وسلس جدا، لأنه كل اللقطات اللي فيه عندي ليها أفكار من قبل ما أبدأ مونتاج. ودي نقطة مهمة، إنك لازم تحدد أفكارك من قبل لا تبدأ مونتاج. وبس شوفوا النتيجة. الحياة حلوة لمن عنده فلوس، الحياة حلوة اللي معه حق، عشان تعاقدية معك حق. الحياة حلوة، ترى الحياة حلوة لمن عنده صلاحيات، لأن يأمر ينهي وليس مجبورا على شيء. الحياة حلوة لمن يستطيع أن يستهلك. لمن يستطيع أن يستهلك، شوف كيف نظرات أبنائه إذا أرادوا شيء ولا يستطيع. لا ما شاء الله الفيديوهات كانت كلها حلوة، بس تسلم ايدكم يا شباب. والشخص الرابع وهو الحكيم. الجزئية بتاعت فودكس بتتكلم عن العلاقات، فخلينا نشوف فودكس عمل ايه.
في غاية الأهمية، قاعدة من قواعد بناء العلاقات. بناء العلاقات قائم على تلبية الحاجات. لا يوجد علاقة بدون حاجة. قاعدة. لا يوجد علاقة. حتى العلاقة مع الله لحاجة، ولكن علاقة الله مع الناس ليست لحاجة. هو المستغني سبحانه. تلبية الحاجات وصمغ العلاقات. ولذلك الناس ليسوا مصلحجيين، الناس يمارسون فطريتهم. أغلب الشباب اتطوروا بشكل كبير وحابين نعرف رأيكم في الفيديوهات ومين أحسن فيديو فيهم. وطبعا احنا عملنا جزئية خاصة بكده، وهو إننا عملنا كلنا مكالمة، لكن محدش شاف فيديوهات التاني غير أنا وفودكس طبعا، وكلنا هنشوف فيديوهات بعض ونقيمها ونتوقع الفيديو ده كان بتاع أنهي شخص من الفريق وبس. انجوي. أنا هنا أول فيديو، حابين نسمع آراء الشباب واحد واحد. بص، أيوه. انا محتار مين بصراحه ما بين خالد ومحمد جمال صراحه. طيب تقييمك بس للفيديو كام؟ والله حلو، بس اديله 8.5. احمد موسى يعني. طيب نسمع رأي خالد في الفيديو. ايوه، انا كده كده عارف الفيديو بتاع مين يعني، مش مستعبط لان انا منتج معاك في ايه تقييم الفيديو. الحقيقه فيه كام غلطه، تمام، وفي كام تعقيب كده كنت عايز اقول عليهم، بس هو يعني 7/10. ماشي. نسمع محمد جمال، استاذ محمد جمال. الفيديو الايديت روعة صراحة، احمد موسى يعني. بس يعني جميل احمد، بس هو مش لايق على الفيديو هادي والايديت سريع، بس هو الايديت لا روعة. احمد 7.5. تمام، نسمع رأي خالد. اتفضل يا خالد، رأيك في الفيديو. الفيديو كويس، بس زي ما بيقول فودكس في مشاكل في تقطيع وفي سرعة، برضو غلطات في السرعة، بس ده كل رأي. يعني كل واحد يفتح كده ويقول لنا ده ممكن يكون بتاع مين. انا ما عنديش فكره، بس السلام عليكم. خالد صراحة. وانت محمد رزق قال يا محمد جمال يا خالد. وانت فودكس، لا فودكس ده ما نسألوش ده. صعبه. ابدا انا عشان انا عارف ابدا. لا انا مش حابب انت محمد رزق، لا استنى. محمد رزق، ايه رأيك في الفيديو وتتوقع ده بتاع مين وكم من 10؟ بص، ده بتاع فودكس، تمام. اديله كم من 10؟ 9. وانت يا محمد جمال، ايه رأيك في الفيديو تتوقع ده بتاع مين؟ دي روعة الفيديو. اديله الاول بس 8.5. احمد انا بديها كده، حسه بتاع فودكس برضه. الساوند افكس طريقة يعني شبه فودكس جدا كده. وانت خالد تتوقع ده بتاع مين وكم من 10؟ أنا بقول الفيديو عامله فودكس برضو زي ما قالوا. وبالنسبة للفيديو نفسه المونتاج، التحركات سموث جدا. في مشكلة صغيرة، الساوند افكتس صوتها عالي شوية، أعلى من صوت الكلام في الفيديو، بس كله. ايه بقى انا طيب يعني اتكلم. يا اصبر بقى. طيب وانت يا فودكس، ايه رأيك في الفيديو وتدي له كم من 10 وتتوقع ده بتاع مين برضه؟ ما انا عارف وده بتاع مين. هل نستط خلاص ما تتوقعش ده بتاع مين. الفيديو اول حاجه 8.5 من 10. تمام. بالنسبه لحوار الساوند افكتد، انا شايفه مناسب خالص. الساوند افكت مش عالي ولا حاجه. اللي انا كنت شايفه عايز يتغير الفونت، كان عايز يتغير اللي في الاول، وكان عايز يكبر شويه برضه. نيجي للاستاذ راف، التقييم النهائي بصراحه، لان ده الراجل اللي هناخد من كلامه. كم من 10 يا راف، وتتوقع الفيديو ده بتاع مين؟ ايوه استاذ راف، حضرتك معانا على الخط ولا ده اتفاصل؟ اظنه بيعمل تشويق. شباب يعني ممكن تشغل فيديو تاني بس عشان ما شفتش اي حاجة. انها اهو بقى كده ماركات الشباب. قولوا لنا بقى ارائكم وتقييماتكم خلينا نبدا برزق لان دايما بدانا بيه. ماشي. اتفضل يا ابو رزق، قول لنا تقييمك للفيديو. هو انا شايف ان العيب الاول السرعه، الفيديو سريع ورتمه مش لايق على البودكاست. وشايف ان التحسينات ان الشخص ده يشوف تغذية بصرية عن الفيديوهات دي او النوع الستايل ده من الفيديوهات. بس نخش على العضو التاني. اتفضل يا خالد. استنى ما قيمتش. اتفضل، كم من 10؟ 7. وانت يا خالد؟ الفكرة نفسها يعني بتاعت الصور كده، لو يعني أخذت وقتها في الفيديو كان بقت أحسن شوية. يعني الصور متلحقش تشوفها أصلا. فيديو 7/10، المشكلة الوحيدة هي السرعة بس. الفيديو الجرافي جامد. ايوه عجبني زي ما قال خالد برضو. السرعة يعني وفي غير كده في ساوند افكس طلع كده. خلاص تقييم. نخش على التقييم بقى. تقييم 7.5 8. ونخش بقى على فودكس. قول لنا حضرتك، انت شايف من صاحب هذا بص،
هو 7.5 عشان الجراف جميل، بس طبعا هم قالوا كل حاجة موجودة فيه، كل وندخل إلى القائمة النهائية والتي غالبا ستصدم بعض الناس. جاهزين كلكم؟ اتفضل، طالما جاهزين يبقى حاجة تقيلة. يلا. طيب، وننتقل لفقرة من هو صاحب أفضل فيديو. هل هو محمد جمال، أم الفنان، أم خالد، أم الحكيم؟ طبعا أنا أسيب لكم الحكم في الآخر، مين كان أفضل فيديو ويستاهل كم من 10. ولو وصلت لحد هنا وما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب، وهتلاقوا لينك سيرفر الديسكورد في الوصف. وبس، بالايميل عمك احمد موسى يعني.